عندكش انت اصلا تخطيط. انت لما تتكلم مثلا، نجي نديك مثل صغير، اتحاد بلجيكا او اتحاد فرنساوي بيعمل حاجه اسمها خطه طويله الاجل. اللي هو ايه، امير مشي، احمد مشي، اي حد مشي، الخطه بتشتغل. انت فاهم ازاي؟ نفس السيستم شغالين. واللعيبه المتوقعين بعد 5 سنين ده يلعب اتحاد اوروبي، ده يلعب بطوله كاس اوروبا، ده يلعب مع الانديه، بيقيموا اللعيبه كل واحد عارف بيعمل ايه. اما احنا عندنا في مصر ما حدش عارف حاجه. ممكن يبقى لعيب واحد بقى يطلع جاهز من جهاز الكره المصريه يقول لك اللي مش هيلعب مع النادي بتاعه مش هيلعب في المنتخب. حبيبي انت لازم تقيم الاهلي والزمالك، الناشئ هيلعب فيهم بصعوبه، صح. مش هيلعب كوره خالص. صح. مع احترام الانديه التانية مثلا المحله او الجونه او الانديه دي، فرصه لعبه 80 90%. امال الانديه الكبيره صعب جدا. فعشان كده انت بتتكلم في الكوره المصريه مفيش تخطيط، مفيش اي حاجه، ما عندكش بلان، ما عندكش اي حاجه. نتمنى من الاتحاد الجديد ان شاء الله برئاسه الكابتن مهندس هاني ابو رضا تكون الامور افضل. نتمنى. باشمهندس هاني ابو رضا كان مشرف علينا في المنتخبات. كان مشرف علينا في المنتخبات، بس انا عايز مهندس هاني ابو رضا يشتغل بدماغه قصدك ايه يعني يشتغل هو اللي ايده في كل حاجه.